السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، انا ما برميش الطواجن دي. اكيد كلنا عارفين بتاعت ايه الطواجن دي، اللي بنجيب بيها حلويات من بره. بيبقوا عاملين فيها مثلا ام علي، بيبقوا عاملين فيها رز بلبن، اللي هي كبيرة شوية اكبر من بتاعت الزبادي. تعالوا نشوف بقى ممكن نعمل بيها ايه لو في عزومة وعندك اطفال. ممكن بصي نعمل ايه بدل ما الطفل بيبقى. طبعا احنا عارفين الاطفال عمرها ما بتكمل الطبق بتاعها، فالطاجن ده يبقى حلو قوي على قدهم كده زي ما انتوا شايفين. ولو عاوزوا ياخدوا تاني، يعني انا ممكن عامله كميه. هتشوف انا كان عندي بتاع مثلا 5 أو 6 اطفال، وعملت حوالي 15 طاجن، بحيث اللي يخلص الطاجن بتاعه عايز تاني ياخد. بس اكيد الطفل هيفرح ان في حاجه كده في ايده ماسكها، فطبعا هيخلصها كلها. شايفين؟ بصوا، حطينا طبعا مكرونه سلقينها عادي، وحطينا عليها طبقه بشاميل معلقه كده بس، على المكرونه اللي احنا بنحطها تحت خالص، الطبقه اللي هي الاولى. بعد كده نحط المفروم ونحط مكرونه تاني. بجد شكله بيبقى حلو قوي، والطفل بيعرف يتعامل لوحده، بيعرف ياكله وبيقدر ان هو يكمله. بدل بقى ايه، وتريحي الام كمان اللي جايه معزومه عندك، تبقى ترتاح تديهوله كله كله، ما كلوش عايز تاني. بتبقى سهله بجد الموضوع ده، واختراع حلو قوي. فياريت بقى ما ترموش الطواجن دي اللي هي بتيجي من بره، بنجيبها من بره بنستفيد منها يعني. حطينا بقى البشاميل، احنا بنحبه بصراحة بيبقى متغرق بشاميل كده. بنحط كمية حلوة محترمة كده عشان تبقى المكرونة كلها بالصوص بتاع البشاميل ده، ونهزه كده عشان ترجي الطاجن كويس، عشان تنزل البشاميل تبقى متغرقة بيها المكرونة كلها. وفريدي كده بقى. وده انا ما حطيتش فيه جبنة لان انا كنت حاطة الجبنة جوه البشاميل. تعالوا بقى نشوف ان احنا ممكن نعمل ايه تاني. ممكن نحط الجبنة بالطريقة دي، او نحط كده جبنة رومي. انا جايبة كمية جبنة رومي مبشورة اهو. بصوا، حطيتها كده وحطيت عليها شوية جبنة موتزاريلا. يعني ممكن طريقتين، ممكن نحط الجبن جوه البشاميل، وممكن نحطها بالطريقة دي ونحط عليها البشاميل. انما ان انا احطها فوق البشاميل ما بحبش اعملها بصراحة، بتتحروق وبيبقى شكلها مش كويس، والجبن نفسها بتمرر. انما انا بحب احطها يا اما جوه البشاميل يا اما كده قبل البشاميل. فبجد بتبقى حلوة بقى لما تيجي تستوي وتيجي تاكلي كده، بتمط وبتبقى مدية مطة حلوة قوي، بيبقى مدية مطة وطعم. وبعد ما حطينا الجبن بقى حطينا البشاميل. نبدأ نملى بقى كل الطواجن اللي انتي عاملاها. انا بصراحة كان عندي كمية كبيرة ما كنتش برميهم، لاني بعمل فيهم حاجات للولاد. يا اما بعمل لما بيبقى عندي عزومة بعمل زي ما انتوا شايفين كده، بعمل طواجن بشاميل. بيبقى الكبار بقى عاملين لهم الصينية الكبيرة، والكبار عادي بياكلوا في اطباق وبنقطع. انما الاطفال انا بعمل لهم الطواجن دي، بجد بيفرحوا بيها جدا. اهو زي ما انتوا شايفين اهو، كنت عاملة حوالي 15 طاجن. بجد فكرة حلوة قوي قوي، وهتسهل عليكي وهتوفر عليكي كتير، وعلى الام اللي انت مثلا عازماها معاها الطفل عايز ياخده معاه مثلا وهو ماشي، مفيش اي مشكلة. وهنا بقى هتشوفوا شكله بعد ما طلع من الفرن اهو. شايفين الشكل؟ بجد كان جميل وحاجة كده حلوة الطفل يفرح بيها، يبقى سهل ان هو يمسكها في ايده، وبجد صدقيني هيخلصها كلها. والسلام عليكم ورحمة الله.